زنبخي. الو منو وياك؟ احنا هنا نريدك تروح للمحكمة على مود نحطط وياك. اوه بدت رحمة الله. خلنا نروح. لا ما راح افصل. يعني احنا نازل حالته مثل ما هي. وين راحت؟ ضيعت. تك تاخذ باخي. تك تاك وزنبخي في هذا. تك تك تاك وزنبخي زنبر خير زنبر خرمي. ليش تكون هنا؟ نريد اليوم نحطط وياك بقضية. شنو هي القضية؟ اليوم نريد نحطك وياك بهاي القضية مالت هذا الشخص. والله الصراحة ما اعرفه. ادعوه يلا وجيبوه يلا. يعني هسه راح نجيبه. هذا يلا خلينا نروح انت رافع عليه قضية. ايه هذا عرفه. هذا الشخص يسوي سيناريوهات وما ادري شلون على مود يخدع الوادم ويسجنهم، وهو بالاصل هذا نصاب كذاب، يعني مو صدق يفتر على الناس. ايه فيعني هذا الشخص قاعد يألف من يمه. هذا الشخص يفتر على الناس. انا اعرفه من 60 سنة. هذا الشخص كان هو الشخص رفع قضية على هذا الشخص هو اللي سوى الحرب العالمية الثانية والأولى وكل حرب بالعالم انت تعرفها. هو هذا الشخص وراها. انا عندي أدلة وكذا، أدلة على كلامي. والله يلا شنو الأدلة مالتك؟ يعني هذا الشخص هو راس البلع. هو كان مسوي قبل الإمبراطورية الروسية وهذا حرب اليابان. وهذا الشخص هو الشخص اللي دفع. انت هسه نعرف الحرب العالمية الأولى صارت من وراء هاي الحجارة، بس هو اللي وسوس لهذا الشخص وقال له ذب هاي الحجارة على مود تصير الحرب يعني هذا الشخص هو اللي سوى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب العراق وحرب بريطانيا وحرب الخليج وحرب إيران والعراق وحرب إيران وإسرائيل. وهذا الشخص هو راس البلد بالدنيا كلها. يعني تخيل لو ما هذا الشخص موجود هسه كان العالم كله بخير. يا هو هذا منو قاعد يحكي؟ فيعني اقول لكم هذا الشخص لازم السجنون. هذا الشخص ما ادري ليش انتم غافلين عنه، وترى هو يعني يملك كل عصابات العالم. هذا الشخص يعني لو يروح من لو تعدمونه هسه العالم كله يصير بخير، بس انتم تعدموه خلصونا من شره هذا. زين انت عندك دليل على كلامك؟ اي عندي ادله. هاك تعال هاي الادله. شوف هاي الادله مالت ابني، وهاي الادله مالت الحرب العالميه الاولى والثانيه وحرب الخليج وحرب اسرائيل وحرب فلسطين وحرب ايران وحرب اليابان. وهاي
زيد عليها. هذا كل هنا الأدلة. وهاي الثالثة مالت صاروخ هيروشيما. هذا صانعها، حتى لو ما هو صانعها، هو وسوس الشخص اللي سواه وقال له سوى هاي على مود تفجر العالم. ومن صارت حرب ألمانيا هو السبب، وصارت حرب إسرائيل هو السبب، ومن صارت حرب بريطانيا هو السبب بكل، هو يملك كل عصابات العالم، تسليب، مخدرات، بيع أعضاء، المافيا كلها بيده. هو اللي اخترعها، حتى لو ما هو اخترعها، هو الوسوس للشخص هذا المود يخترعها. يعني هاي الأدلة عليها، هذا دليل ثالث كلش مهم يعني. يعني اخذوها هاكم وشوفوا. ترى هذا الشخص يعني يعني هو ودى ابوي لروسيا، قال له هاي صفطة مدفوعة التكاليف، ولو بنص المطار يعني سرطه. وعندي هذا الفيديو، اعطيتكم هذا الشريط وهي هذين الادله، فيديو سرطه هو بنص المطار. الفيديو هذا من كاميرات الطائره نفسها. فيعني وهو هم يعني سرطه. ولا تدروا ايش يسوي بي؟ يريد يحلل العظام على مود يسوي لها مرض جديد. هو هذا اخترع مرض كورونا، هو اللي وسوس للخفاش على مود يجيب مرض كورونا. يريد يسوي له مرض جدر القرود. هذا ما ادري مرض جديد، يريد يسوي له مرض جديد اسمه هيروشيما. يعني هذا مرض يريد يسويه على مود يطلع على العالم كله. هذا الشخص لو كتلوا له هسه العالم كله يصير بسلام. فهاكم هاي الادله على مود نخلص من شره. ربع ويلاندو مقبول. هذا شو حلو عنده مطبوخ نفس هذا ويا بعد ما شفنا الأدلة استنتجنا ان هذا الشخص عليه 706 قضية. هو لازم كل قضايا التحرش بالعالم، اي قضية تحرش بالعالم هو لازم، هو دافع الاشخاص على مود هم يسوونها. فيعني هذا الشخص مرتكب اكثر من 2,099,000 جريمة. فيعني هذا الشخص سجن 400 سنة، ولا 400 سنة اعدام شنطا حتى الموت. يلا ما ترى بس كفايتها. وتم اخراج المدعوين ب زربة براءة. منو هم؟ وطلعت هاي اصلا مو نظاراته، هو سارتها منه، وهذا الشخص طلع هو اخذها. فهاي القضية 100,000 فوق هذين القضايا. وين هذا الشيء؟ فيعني احنا اسفين والله العظيم ما كنا ندري طوال هاي 1700 مليار سنة يعني هاي القضايا كذا. يعني انا ما كنت مولود قبل 1020. فيعني هسه واكتشفنا بعد هاي الادله ان عمره اصلا مولود قبل الميلاد. هو اللي اخترع سالفه الفضائيين وهاي السوالف. هو اي اكذوبه بالعالم هو مخترعها. هو اصلا فضائي، زعيم الفضائيين، بس ما اعرف هسه هو فضائي لو برمائي. فيعني احنا اسفين، نعطيكم تعويض $2,000,000 وبيتين وشطتين بالسماء. الو اليوم يعني خلنا نتصل على ترامب وبايد ترامب وهذا بوتين. يلا خلينا نتصل. يابا السلام عليكم ترامب، اليوم عندنا لكم مجلس بالساعة 9 الصبح. انت
وبوتين على مود انا هسه اريدكم بسرعة، اريدك انت وبوتين تجون اليوم، لان عندنا قضية كلش كبيرة انت وهو. تعالوا خلنا نتصل هسه على بايدن. هذا بوتين السلام عليكم. تعال اليوم يومك. جاك الموك يا تارك الصلاة. تعال يلا، اليوم عندك قضية كلش كبيرة. اليوم هاي القضية اذا ما حليتها البلد مالك كله راح يسطر. انت بس تعال على مدراويك. تعال اليوم راح نبدأ وياكم جلسة هاي تحدد مصيرين، يا تنمسح امريكا يا تنمسح روسيا يا تنمسح الاثنين يا ما تنمسح لا ولا دولة. اولا نبدأ بيك يا ترامب. هاي شنو كذب بكلامي؟ خلينا نحكي اول شيء، انت ليش رفعت قضية على هذا الشخص؟ انا رفعت قضية على هذا الشخص لانه ترجع علي وما جاب الاكل الخاص بي. اولا نحن ما عندنا ترفع قضية لانه ما جاب لك نفس الاكل، هاي مو قضية. يعني انت بس جاي تدور حجة ولزمنا عليك تهم انك كذاب وطاتلك 8 مليون شخص. فيعني اليوم احنا جينا نقول لك انه انت هذا دليلك كاذب اول شيء، وعدنا لك صور فيديوهات حقيقية مصورة من المطعم ان هذا كلامك كله كذب وباطل، وانه انت اصلا جاي تدور حجج على الناس. هو بالاصل الشخص جاب لك الاكل نفس ما هو، وانت من اجيتنا للقضية قلت لنا كلام ما قال لك اصلا، والشهود اللي جبتهم كلهم شهود زور. وهو الطالب نفس ما قلته اول شيء هو جابها لك، اما هذا الكلام اللي قلته بالمحكمة هو عبارة عن كلام خريط وفاضي. فهذا اول شيء الكلام لك. اول شيء انت نبى لبوتين انت قضيتك قضية. شوف بوتين، تدري اكو واحد من دولتك شو مسوي؟ بالله شنو من شو مسوي؟ ما تدري شو مسوي؟ خلنا اقول لك، هذا الشخص هو مسبب كل الحروب بالعالم. هو مسبب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية والحروب كلها، حرب هيروشيما وحرب الخليج وحرب إيران والعراق، وكل حرب تخطر على بالك هو مسويها. حرب إسرائيل يعني مسويها. وهذا يتبع، وهو هذا ماسك كل قضايا التحرش بالعالم، وماسك كل قضية تسليب مخدرات، بيع ممنوعات فاسدة. يعني مرتكب فوق 2000 مليارين جريمة، كل جرائم العالم مسجلة باسم هذا الشخص، ويمتلك كل عصابات العالم. اوقف انت اجدتها ما ضرط. اول شيء شنو دليلك هذا على الكلام؟ خلنا نكمل. وهذا الشخص هم متورط اخر قضية نصب اليه على شخص قال له راح نوديك على روسيا مدفوعة التكاليف، وبنص السفر هو اجى خطفه. يعني هاي قضية اخرى تضاف الى 2100 الف المليارين و100 الف قضية العدة. يعني اذا ما تمسك هذول الموجودين ببلدك فيعني انت مهدد بانقراض دولتك، وراح نعلن عليك الحرب اذا ما مسكت دولتك. فيعني الزم العصابات الموجودة بدولتك، لان هم هذول العصابات، لان هذا يدير كل العصابات. فاذا ما
قعدت ودت وقلت له ورفعت طرار ما وخرت هذول ما وش يصير انا على ابوكم لو حظكم خلا بيكم كلكم خلا بيك طيب على خلا بيك يا معفن وانت هم يا معفن طيب خلا بيكم كلكم شو تسوون سووا معفنين ايش صارت الا خربت انت اطلع برا اطلع برا وليك ابو طيش شنو هاي دون هيك